بسم الله توكلنا على الله وهنعمل ان شاء الله النهارده صوابع زينب بطريقه سهله وبسيطه اقتصاديه جدا جدا. طعمها ولا اروع. نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واله عدد ما تحب وترضى ملء ما تحب وترضى. المقادير معانا كده بنفس الكوبايه، هعاير كل المقادير دي. كوبايتين من الدقيق الابيض العادي، كوبايه من دقيق السميد او السمولينا وده بيبقى شكله من عند اي عطار، تلت كوبايه من الزيت، زيت نظيف، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، رشه ملح والفانيليا. في البولة هنزل كده بالدقيق ودقيق السميد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هنقلبهم مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. واهم خطوه في الموضوع كله لما هننزل بتلت كوبايه الزيت نبدا بقى نبسهم مع بعض كويس جدا جدا. انا عايزه اغلف كل حبه سميد وكل ذره دقيق بالزيت بتاعي ده عشان تطلع معاكي مفقشه كده ومفروله في الاخر. هبسها كويس قوي قوي كده بالشكل ده، هتلاقيها اتحولت معاكي يعني لشبيه الرمل المندي. وطول ما احنا شغالين كده اي ذكر يجي على لسانك اقريه، اي قرآن، اي سورة حافظاها من القرآن الكريم اقريها، صلي على النبي، المهم لسانك ما يبطلش. نركن الكلام ده على جنب ونجيب الكوبايه اللي هي نفس الكوبايه اللي عايرنا بيها الدقيق. هضيف فيها كده معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر ونفس الكوبايه زي ما قلنا ميه دافيه، هدوبهم مع بعض واركنها على جنب. ويا ريت المرحله دي بقى ايه تعمليها في الاول خالص، يعني قبل ما تبداي تشتغلي خالص تحطي كوبايه الميه الدافيه دي مع الخميره والسكر وتدوبيهم وتركنيها مع بعض عشان تلحق تشتغل على ما تيجي تستخدميها. انا هنا برضو استغليت ان انا لسه حطاها وقعدت ابس تاني في الدقيق، حطيت رشه الملح وكمان رشه الفانيليا وقلبتهم تاني وقعدت ابس فيهم تاني. كده انا غلفت كل المكونات بتاعتي. معايا هنا بقى روح الموز، حطيت منها 3 نقط بصراحه خطيره. لو عندك ضيفيها، ما عندكيش خلاص اكتفي بالفانيليا اللي عندك. ونزلنا كده بكوبايه الميه الدافيه اللي احنا مدوبين فيها الخميره والسكر، وهبدا يا دوب الم العجينه.